في اللحظة اللي بنرفع فيها عيوننا للسماء عشان نشوف هلال رمضان، في عالم تاني تحت رجلينا بيصرخ: القانون الإلهي نزل والأمر صدر. كل ملوك الشر، كل المرضى اللي عاشوا سنين يوسوسوا بيخربوا، اتربطوا بالسلاسل، إلا واحد بس اتكتب له سطر مختلف. مارد، شيطان عتيق لا ثغرة، يمكن ساحر خبيث نسي يقفل تعويذة، أو ذنب بشري فتح باب كان لازم يفضل مقفول. المهم إنه هرب، طلع للدنيا في أول ليلة رمضان وهو فاكر إن الأرض مستباحة ليه. قال في نفسه: البشر دول بتوعي، فرايس سهلة من غير حماية. اصطاد ضحيته الأولى، واحد غضبان، الشيطان بيجري في دمه. مارد همس في ودنه بكلمة واحدة، كلمة كانت كفيلة تولع الدنيا نار. الراجل رفع ايده عشان يضرب، وفجأة الزمن وقف. الراجل نزل ايده وقال بصفاء: اللهم إني صايم. الكلمة دي ما خرجتش عادية، دي خرجت زي الصوت من النور، ضربت مارد في مقتل، حرقت جلده أكتر من نار الجحيم نفسه. افتكر إنه يقدر يستخبى في الضلمة، بس مفيش ضلمة في رمضان. الجو نفسه اتغير، أنفاس الصايمين، ريحة الخير في الشوارع، صوت القرآن اللي طالع من كل بيت، كل ده كان بيشكل سلاسل تانية، بس المرة دي سلاسل غير مرئية. مارد حس إنه بيتخنق، الهوا بقى تقيل وسام بالنسبة لطبيعته الشيطانية. اكتشف الحقيقة المرعبة، إن السلاسل اللي تحت الأرض كانت أرحم بكتير من طهارة الأرض دلوقتي. هرب، بس هرب من النور للضلمة، رجع زنزانته بإرادته، ربط نفسه بالسلاسل وهو بيترعش، مش من الخوف لكن من الراحة. أصل اللي شافه فوق أكد له حاجة واحدة، إن مفيش شيطان يقدر يعيش في قلوب بتتنفس ذكر الله. وكل سنة وانتوا طيبين ومحفوظين، رمضان كريم.